من سلبيات الانمي انه بيدخلك افكار لا تناسب ابدا مجتمعنا وتربيتنا، ومع هذا في بعض الانميات اللي ممكن تتفرج عليها وما تبوظش دماغك. والنهارده هرشح لك لستة انميات محترمه ومناسبه لمشاهده الجميع. اهلا بيك صديق الاوتاكو، لو اول مره تشوفني فانا آية سليم، اكتر اوتاكو ممكن مواضيعه تستفزك وكلامه ما يعجبكش، ولكن لو فكرت في وجهه نظري ممكن تقتنع. وقبل ما نبدا دوس سبسكرايب ودوس لايك لو عجبك الفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك، انا مش طماع. طبعا صديق الاوتاكو هيقول لي تقصدي ايه بالانميات المحترمه؟ اقصد الانميات اللي ما فيهاش مشاهد اختش او ايحاءات مش ولا بد او مشاهد صادمه ممكن تاثر على تفكيرك. هتقول لي وايه يعني؟ ما دي حياتهم، ده معناه انها مش هتبقى حياتي. غلط، ما ينفعش تقول وايه يعني. خليني قبل ما اعرفك على الانميات اللي انا هرشحها لك في الفيديو ده ادردش معاك شويه في حاجه معينه كده ياما صحت بسبب. للاسف الانميات وفي الفتره الاخيره بقت بتروج لافكار مش مناسبه خالص للاطفال ولا احنا حتى ككبار، والاطفال بالذات ما ينفعش يشوفوها ويتعودوا عليها ويتعاملوا معاها على انها عادي، او حتى الكبار زي ما قلت ويقول برضو عادي. مع الاسف لو اتحولت لشخص بتقول ده العادي بالنسبه لهم او دي حياتهم، احتمال في لحظه ولا قدر الله برضو ده يبقى العادي بالنسبه لك. اوعى. مثال، وهنستخدم مثال بسيط جدا، وغالبا وانت بتسمعني هتقولي ايه الخطوره في اللي انت بتقوليه ده. المثال، 2 خارجين في ديت في موعد غرامي، وده هتلاقيه بيحصل كتير في الانميات. من كتر ما انت بتشوف ده للاسف مع الوقت ممكن تبيحه لنفسك عادي، وده طبعا انا مش محتاجه اقولك او افهمك انه مش صح، وده ابسط مثال انا استخدمته. للاسف في اسوأ من كده بكتير. هل كنت حاسس بخطورته؟ لا طبعا، ما انت بتشوف في انميات كتير وفي مسلسلات برضو، وده استحاله يكون صح. وعشان كده من فضلك ركز كويس وانت بتتفرج وما تتعاملش مع الامور دي على انها عادي. ولو في طفل عندك في العائله يا ريت تركز كويس معاه واعرف هو بيتفرج على ايه. المهم النهارده احنا معانا مجموعه انميات مضمونه ان شاء الله، اضرارها مش كبيره زي ما انت متخيل مقارنه بالانميات التانية. اولا وبدون ترتيب معانا انمي رياضي دمه خفيف جدا، ولغايه دلوقتي انا مش فاهمه هو ليه مش معمول عليه ضجه زي الانميات الرياضيه التانية. هو مشهور جدا في اليابان بس على مستوى العالم مش واخد هذا القدر من الشهره الواسعه. الانمي اسمه دايموند نو ايس، بعدد حلقات وصل ل 178 حلقه. مبتدئ يعني. 3 مواسم من الحماس والجمدان صديق الاوتاكو. ايوه يعني لسه بيشق طريقه، مالكش دعوه بيه. وما زالت المانجا مستمره. تقييمه على ماي انمي ليست ما قلش عن 8. الانمي بيتكلم عن رياضه البيسبول، دمك هيغلي كده وانت بتتفرج على اللعبه، تقولش ولاد اخوك بيلعبوا. بطل الانمي اسمه سوامورا، هو من النوع كده اللي بيعجبنا، تحس ناروتو على استا، واقصد باستا انه مزعج وصوته عالي، وطبعا ليه خص طول الوقت بيتطلع ليه وعايز يتجاوزه. على مدار ال3 مواسم هتشوف تطور سوامورا لدرجه انك في الموسم الثالث هتقول ابني صبرت معاه وسهرت الليالي لغايه ما وصل للمستوى ده. لعلمك صديق الاوتاكو انا قاريه المانجا واتفرجت على الانمي برضه. هتقول لي ده انمي رياضي يا آية، انت ازاي بتقري المانجا؟ هقول لك انا هذا النوع من الشخصيات اللي بيتفرج على المانجات الرياضيه وبتعجبني. الانمي مناسب للكبار والصغار، وان شاء الله ما فيهوش اي مشاهد خارجه وما تعجبنيش. الانمي الثاني اللي معانا مناسب جدا للسن الصغير، والكبير برضه ممكن يتفرج عليه بس مش هيستمتع بيه زي ما الصغير هيستمتع بيه. يعني لو عندك حد عنده 6 7 8 سنين الانمي ده ينفع يتفرج عليه. انمي ديجيمون ادفنتشر. ايوه انا عارفه انت بتفكر في ايه، بتاع سبيستون انت، بس لا مش هو، مش ادغال الديجيتال. ده انمي تم انتاجه سنه 2020 وبيتكلم عن تايتشي اللي في المرحله الابتدائيه واللي فجاه بيلاقي خلل بيحصل في طوكيو، ومامته واخته بيبقوا راكبين قطر مش راضي يقف، بيجري تايتشي عليهم وفجاه بوم بيتسحب للعالم الرقمي ويواجه وحوش وفيروسات. تصنيفه انمي ايسيكاي، والانمي الايسيكاي ده معناه ان البطل انتقل من العالم بتاعه لعالم اخر مش بينتمي ليه. زي ما قلت الانمي محترم جدا ومناسب للسن الصغير. في ناس كتير بتكتب لي عايزه انمي لاخواتي الصغيرين، خليهم يتابعوا الانمي ده. الانمي الثالث اللي معانا انمي مقرب جدا الى قلبي، هو قديم شويه، انتاج سنه 2006، بس انت عارف صديق الاوتاكو قد ايه في انميات قديمه بتبقى جميله. الانمي هو جوست هان، مكون من 25 حلقه، تصنيفه رعب كوميدي رومانسي. عارف لما تبقى قاعد قدام فيلم انت عارف انك المفروض تترعب بس تضحك، او فيلم رعب المفروض برضه تترعب بس تحس بحاله حب رهيبه، اللي هو انا عايزه احب حد دلوقتي، جيبوا لي حد. تيبيكال اللي اتعودنا عليه من الانميات الخفيفه، الشاب بطل وسيم وجذاب لدرجة العذاب ومغرور، والبنت كيوت وبتقع في مشاكل وهو دايما بينقذها. وسط
مغامرة كل يوم لاصطياد شبح او طرد لعنة، مناسب لجميع الاعمار وهتستمتع بيه جدا صديق الأوتاكو. الانمي الرابع اللي معانا انمي حرفيا من انميات القمة، احنا كجيل سبيس تون اتربينا على الانمي ده، بوكيمون. مين ما يعرفش بوكيمون؟ استحالة حتى لو ما اتفرجتش عليها تبقى عارف، من اشهر واقدم الانميات اللي اتعملت. انا واثقة انك لو قمت وعملت ريواتش ليه دلوقتي مش هتندم، هتلاقي فيه معظم الايجابيات اللي المفروض تتوافر في اي انمي، البطل اللي عنده هدف، المعلومات اللي ممكن تتعلمها من حلقات مختلفة، الافكار اللي كل طفل محتاج يتعلمها، زي ان الشر او المؤامرة او المنافسة الغير شريفة عمرها ما بتكسب، وسط جو كبير من الكوميديا، مش بس افكار كويسة للاطفال، احنا كناس كبيرة محتاجين نفتكر ده. قد ايه بتتعرض كل يوم لضغوطات في الحياة صديق الأوتاكو بتخليك تضعف وعايز تستسلم. انك تتفرج على حاجة زي دي ممكن تهون عليك مشاكلك، ده انسب حاجة ليك دلوقتي. مش محتاجة اتكلم كتير عن بوكيمون لان ما اظنش ان مفيش حد ما يعرف، كل الناس وبقوة. من الاخر صديق الأوتاكو الانمي بيشكل جزء كبير قوي من حياتنا، ولكن مش لازم نسمح له ان هو يسيطر على تفكيرنا. انا بقول الكلام ده لنفسي قبل اي حد، احيانا بتهب مني واقعد اتخيل حاجات كده، لانه في الاول وفي الاخر لكل مقام مقال. اكتب لي صديق الأوتاكو في الكومنتات ايه الانمي اللي انت شفته من الانميات الخمسة اللي انا رشحتهم النهارده، واكتب لي ايه اكتر انمي انت متحمس ليه وهتتفرج عليه، واكتب لي برضه لو عايز جزء تاني من الفيديو، ولو انت شفت انمي محترم بيناسبنا وبيناسب مجتمعنا اكتب لي اسمه في الكومنتات وهبقى اتفرج عليه، ولو لقيته مناسب هرشحه في جزء تاني من الفيديو. ولو كملت الفيديو للاخر شكرا جدا صديق الأوتاكو، ما تنساش تتابعني على كل المنصات بتاعتي، دوس لايك وسبسكرايب وقول معايا يوش إيكيماشو.